حبايبنا الحلوين في كل مكان، أهلا بيكم من جديد وحكاية جديدة مع غاوي حكاوي. بتبدأ حكاية النهاردة في عرض من عروض المواهب اللي بتتعرض في التلفزيون، وبيظهر واحد من أبطال فيلمنا النهاردة واللي اسمه هيكتور. هيكتور كان ساحر شاطر، لكن للأسف حظه كان وحش، كل ما يقدم في برنامج مواهب يترفض على طول. عشان كده المرة دي برضه اترفض من البرنامج واترمى بره في الشارع. كمان اتقال له يروح يدور على شغلانة تانية غير اللي هو بيعملها. مشى فيكتور في الشارع وهو يائس ومحبط من الفشل المتكرر بتاعه، لغاية ما لقى قدامه محل حيوانات قديم عشان تنط في دماغه فكرة جهنمية. بس قبل ما اقولك على الفكرة دي، انت بقى مش هتنط في دماغك فكرة دلوقتي؟ ازاي لسه بتتفرج وما وقفتش الفيديو عشان تنزل تدوس على السبسكرايب الجميل وتخبط اللايك كمان بالمرة قبل ما تطلع تاني عشان تعرف ايه اللي حصل للساحر هيكتور في محل الحيوانات وغير حياته. هيكتور دخل المحل وبدأ يتكلم مع البائع اللي هناك ويشرح له فكرته بانه عايز حيوان يساعده في اعماله السحرية، يمكن ده يساعد اكتر في تطوير من نفسه وينال اعجاب الناس على شغله. لكن الراجل قال له المحل قدامك، اتفرج واختار اللي تحبه من الحيوانات. بدأ هيكتور يتفسح شوية في أركان المحل ويتفرج لغاية ما وصل لودنه صوت جميل، وصل لمصدر الصوت ده، وكانت الصدمة إن تمساح صغير في قفص كان بيغني وبيرقص زي البشر تمام. وكان هيكتور متفاجئ ومصدوم من اللي شايفه، وأول ما شافه التمساح وقف غنى وكان مكسوف شوية منه، وعلى طول قرر هيكتور يشتريه بعد ما سلم عليه وقال إن هو ده البوابة لعالم الشهرة وهو ده اللي هيغير حياتي، وأخده معاه وخرج من المحل. هيكتور قرر يسمي التمساح ده لايل. ده هو المقطع الأخير من كلمة كروكودايل. هيكتور اخد لايل وراح بيه على بيته وبدأ يمرنه على الغنى والرقص، لكن في الاول التمساح ما كانش بينطق كلمة وكان على طول مكسوف وبيبص على هيكتور وهو بيعزف وبيغني لوحده. لكن شوية بشوية بدأ يندمج معاه ويغني بصوته الحلو واحلى كمان من المرة اللي سمعها هيكتور في المحل. وكان كل يوم بيعدي كان الاتنين بياخدوا على بعض اكتر وكانوا بيغنوا ويرقصوا سوا بمهارة كبيرة. وبعد تطور العلاقة بينهم واحتراف الغنى سوا، قرر هيكتور انه ياخد الخطوة ويروح يعرض الموهبة اللي اكتشفها ونماها في التمساح على الجمهور. فراح لواحد من اكبر المسارح في المدينة وعرض عليه انه يعمل العرض ويشد الجمهور كله بيه واكيد هيبهرهم. رجع هيكتور على بيته وكمل تدريب في التمساح المعجزة ده، وكل يوم كان بيعدي عليهم كان التمساح بيكبر اكتر وبتكبر معاه موهبته وبيكبر كمان تمكنهم من الغنى والرقص سوا. واختار هيكتور اللبس اللي هيلبسوه سوا في العرض المسرحي، وعملوا اخر بروفا وهم لابسين اللبس بتاعهم، وكانت روعة فعلا واتطبعت البوسترات وفعلا ناس كتير جت عشان تشوف التمساح اللي بيغني ويرقص. كان هيكتور متحمس جدا للعرض ده، لكن حصل اللي ما كانش عامل حسابه. واول ما العرض اشتغل وطلع التمساح لايل على الجمهور، اتصدم من العدد الكبير اللي قدامه واللي ما كانش متعود عليه، ووقف زي التمثال وما اتحركش حركه واحده. حاول هيكتور انه يخلي التمساح يركز اكتر على العرض ويغطي على الثبات بتاعه اللي واقف بيه على المسرح، لكن مفيش فايده وفشل العرض ده برضه قدام الاف الناس. عرف هيكتور ان بكده خسر بيته ورجع عشان يلم حاجته، لان صاحب المسرح قرر يبيع البيت. وقبل ما يمشي قال للتمساح صاحبه انه مش هياخده معاه في رحلته دي، لانه اكيد ما بقاش عنده بيت وهيبقى مشرد في الشوارع، ومش هينفع صاحبه التمساح يبقى كمان مشرد زيه. واداله جهاز ايبود وسماعات عشان يسمع بيها الاغاني اللي بيحبها، وودعه ومشى. وبعد 8 شهور بالظبط جت اسره مكونه من اب وام وابن مراهق اسمه جورج، واشتروا الشقه بتاعه هيكتور من صاحب المسرح، وتعرفوا على جارتهم في البيت اللي كانت ودوده جدا، لكن جوزها كان وقح على عكسها تماما. وطلعت الاسره للبيت الجديد بتاعهم وكانوا مبهورين بيه، لكن جورج لما كان بيجي عليه الليل كان بيسمع صوت جاي من السقف. فقرر في يوم من الايام انه يطلع ويشوف هناك في ايه. ولما طلع كان المكان مكركب جدا، واتفاجئ لما شاف قدامه صندوق ازاز فيه تمساح متحنط، وهو طبعا ما يعرفش انه لايل، لكن بعدين اطمن ونزل تحت تاني. وساعتها بيتحرك لايل بعد ما اطمن انه مشى وما كشفش امره. في اليوم التاني راحت ام جورج معاه على المدرسه عشان توصله في اول يوم ليه هناك، وبنكتشف ساعتها ان جورج عنده رهاب اجتماعي وفاشل في تكوين العلاقات، كمان ما بيقدرش يفتح كلام مع اي شخص جديد وبيخاف يدخل اي حوار، وطول الوقت في المدرسه بيقضيه لوحده. ولما بيخلص اليوم الدراسي بتاعه بيرجع الشاب على بيته عشان يحاول يبحث على النت عن طرق لتكوين الصداقات مع زمايله في المدرسه، لكن بيرجع الصوت اللي بيطلع من السقف مره تانية. فحاول جورج يتجاهله المره دي، لكن فجاه سمع صوت على الشباك، وكانت القطه بتاعه جارهم الوقح. قعد يلعب معاها عشان فجاه يرجع الصوت بتاع السقف مره تانية واعلى كمان من المرات اللي فاتت. فبيقرر المره دي انه يطلع ويعرف ايه اللي بيحصل فوق بالظبط، واتفاجئ ان التمساح المتحنط مش موجود في مكانه، ولما لف لقاه واقف وراه. فترعب وهجمت عليه القطه، لكن لايل كان بيصرخ من الخضه فبلع القطه بالغلط وهرب من المكان. فضل جورج يجري وراه لغايه ما وصل لشارع ضلمه وهو بيحاول يوقف التمساح ده، لكن طلع عليه حرامي حاول يسرق التليفون بتاع جورج. فخرج لايل من المكان اللي مستخبي فيه وخوف الحرامي وخلاه يهرب بسرعه، ورجع القطه تاني لجورج وحاول يبعد، لكن جورج طلب منه انه يستنى ويرجع معاه للبيت وما قالش لحد على اللي حصل معاه. وفي اليوم التاني اتفاجئت ام جورج ان ابنها رايح للمدرسه لوحده وما استناهاش،
شافهاش وكانت متفاجئة جدا من طريقته، وفضلت تجري وراه وسط الناس لغاية ما استناها على باب المترو. ولما راح المدرسة فضل يقرأ في كتب عن التماسيح عشان يعرف ازاي يتعامل مع صاحبه الجديد، وفعلا بدأ يفهم اكتر. بالليل روح جورج للبيت بتاعه وجهز وليمة عشاء لصديقه الجديد، وقعد الاتنين يحكوا مع بعض، وفتح ليل قلبه لجورج وحكى له على كل حكايته مع هيكتور. اما جورج فقال له ان امه ماتت وهو طفل عنده سنتين، وابوه اتجوز مراته اللي معاه دلوقتي وهو مبسوط معاهم، ومرات ابوه بتعامله بمنتهى اللطف. وعشان يفكوا لايل من المود الوحش اللي دخل فيه بعد ما حكى، قرر انه يغني له ويعمل له عرض حلو، وكان جورج مبهور جدا باللي بيحصل، ونسوا نفسهم وناموا في حضن بعض على الكنبه، عشان لما يجي الصبح تاني يوم فبتطلع مرات ابوه لاوضته عشان تصحيه وتوديه للمدرسه زي ما هي متعوده، لكنها ما لقيتهوش في اوضته، وبتكتشف انه فتح باب السقف وطلع فوق. ولما طلعت عشان تطمن عليه شافت التمساح وصرخت من الرعب ونزلت مع جورج بسرعه. حاول الشاب يهديها لكنها ما سكتتش الا لما نزل لايل واتكلم معاها، وكمان غنى لها بصوته الحلو اللي خلاها تهدى فعلا، لكنها رفضت انها تخبي الموضوع عن ابو جورج. بس الشاب منعها في اللحظه دي انها تبلغ باباه باي حاجه، وده لانه ملوش اي اصحاب وبيفشل في تكوين الصداقات، والتمساح ده هو اول صديق بجد ليه. وفعلا بتوافق الزوجه، ولما وصلت ابن زوجها للمدرسه بترجع للبيت وهي خايفه من التمساح، لكنها لقيته لطيف وبيغني وبيساعدها كمان في شغل البيت فحبته قوي، وشويه بشويه بقوا هما الاتنين بيغنوا مع بعض وبيعملوا شغل البيت سوا. ومرت الايام وكان التلاته بيقضوا وقت لطيف سوا، وبمرور الوقت بدات السعاده على وش الزوجه وجورج تبان للاب، وحاول يتكلم مع مراته ويعرف منها سر السعاده دي ايه، عشان بتحكي له ساعتها مراته على كل حاجه. ولما اخدته علشان يشوف التمساح اترعب جدا لما شافه، بس رعبه كان شديد حبتين، وفضل التمساح يجري وراه عشان يحاول يهديه ويتكلم معاه، لكن مفيش فايده، لغايه ما قرر الاب انه يهرب بره البيت ويسيب البيت خالص ويمشي، وبيتفاجئ بهيكتور واقف قدامه على الباب. في الوقت ده كان جارهم الوقح بيتفق مع شركه امن عشان تيجي وتركب كاميرات حوالين البيت، لانه مش عارف القط بتاعه بيختفي فين بالليل، وكمان هو شاكك ان الجيران الجداد دول عندهم سر مخبيينه ولازم يعرفوه. وبنرجع لهيكتور اللي اول ما دخل البيت وبيشوف لايل على السلم وكان وحشه جدا، لكن لايل كان متضايق منه وزعلان ومش عايز يتكلم معاه، عشان كده بيديله ظهره، لكن هيكتور بيفضل يغني اغنيه لايل اللي بيحبها عشان يصالحه، وفعلا نجح انه يراضيه ويرجعوا تاني حبايب. في الاول ما كانش الاب فاهم ده مين، عشان تاخده زوجته على جنب وتقول له ان العقد اللي اشتروا بيه البيت فيه بند معين بيقول ان هيكتور مالك البيت القديم ليه الحق انه يقعد في البيت ده 15 يوم في السنه. ووافق الزوج على الكلام ده رغم انه ما كانش حابب كده، وطبعا ما عرفش ينام طول الليل من الازعاج بتاع الغنى اللي كان بيعمله هيكتور ولايل طول الليل. وفي اليوم التاني بيروح ابو جورج لشغله، وبنعرف انه مدرس لكن شخصيته ضعيفه حبه وما بيقدرش يسيطر على تلاميذه. وفي نفس الوقت كان هيكتور ولايل مع اسره جورج بيتفسحوا، ولما رجع ابو جورج من مدرسته طلع السقف يجيب حاجه فشاف التمساح وخاف منه برضه، لكن التمساح اتحداه في ماتش مصارعه، وده لانه عرف من ابنه مشكله ابوه فحاول انه يرجع له ثقته بنفسه ويسيبه يغلب تمساح، وفعلا نجح في ده. وعمل هيكتور للاسره الصغيره دي استعراض بسيط مع صديقه لايل عشان يعود التمساح على الغنى قدام الجمهور، وفعلا كان العرض مبهر للاسره. وبالليل حاول هيكتور انه يقنع لايل انه يبقى جاهز عشان يجربه مره تانية يعرضه قدام جمهور لكن على مسرح اصغر شويه من اللي فات، وفعلا فضل يضغط عليه لغايه ما وافق يروح معاه، لكن جورج رفض، وده لانه كان شايف ان لايل مش جاهز ابدا للمرحله دي. بس هيكتور كان مصمم على رايه وبياخد لايل وبيروح معاه للمسرح، ومعداش وقت طويل وبيرجع الاتنين لكن واضح عليهم ملامح اليأس والاحباط. ولما سالهم جورج على اللي حصل قال هيكتور انه الخجل اتكرر تاني ولايل اتسمر على المسرح من جديد. بالليل اتسلل هيكتور بره البيت، ولما ساله لايل رايح فين قال له انه خارج يشم شويه هوا. ومعداش وقت طويل ووصلت قوات مكافحه الحيوانات وقبضت على التمساح واخدته لحديقه الحيوان، رغم انه جورج حاول يدافع عنه لكن ما كانش في ايده اي حاجه يعملها. وفي نفس اليوم بالليل وصل هيكتور للبيت وقال لجورج ان هو اللي بلغ عن لايل بعد ما يأس انه ممكن يتغير ويظهر موهبته للناس، لكن هو دلوقتي ندمان وعايز يروح يهرب لايل من حديقه الحيوان. بس جورج رفض انه يروح يتكلم معاه او يثق حتى فيه بعد اللي عمله، عشان كده بيروح هيكتور لوحده على حديقه الحيوان وبيحاول يخرج صديقه لايل، بس التمساح رفض حتى يبص له او يثق فيه بعد اللي عمله. وتعرضت حياه هيكتور للخطر لما حصرته التماسيح اللي كانت موجوده مع لايل في البيت وكانت هتاكله. وهنا بقى وصل جورج وطلب من لايل انه يساعده ويخرجه من الحديقه، لكن الشرطه حصرتهم من كل مكان. في اللحظه دي بدا هيكتور يشتت انتباه الشرطه بحركاته السحريه، وهرب جورج ولايل بسرعه. ولما حصرتهم الشرطه من كل مكان دخلوا بالموتوسيكل اللي كانوا راكبينه لمسرح عرض المواهب بسرعه، وطلعوا على المسرح وكان الكل مرعوب من اللي شايفه قدامه. لكن جورج مسك المايك وحاول يغني عشان يفك لايل قبل ما توصل الشرطه وتقبض عليه، وفعلا بدا لايل يفك وظهرت موهبته قدام الناس اللي كانوا بيصرخوا من الفرح. وساعتها شاف هيكتور صديقه على التلفزيون وكان فخور بيه. وانتقلت المعركه دلوقتي لجارهم الوقح اللي لما عرف قصه لايل رفع قضيه على جيرانه، وقبل
ما يقنع القاضي بحقه دخل هيكتور وقال انه معاه وثيقة هتغير مجرى القضية، والوثيقة القديمة دي بتقول ان مالك العمارة لما بناها زمان كان سامح لكل شقة انهم يربوا اي نوع حيوان اليف يختاروه. وطبعا اول ما شاف القاضي الوثيقة دي فورا حكم لأسرة جورج بانهم يحتفظوا بحيوانهم لايل، وانتهت القصة بان لايل بقى واحد من الأسرة نجح في انه يغير حياتهم كلهم للأحسن، وراحوا كلهم رحلة للبحر بس هيكتور فضل في البيت. بكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهاردة، بس حكاوينا لسه ما خلصتش. استنونا في فيديوهات كتير جاية، ودعمونا باللايك الجميل والكومنت تحت الفيديو، وما تنساش قبل ما تخرج تدوس سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. ونشوفكم قريب قوي، باي باي.